عدم الرقابة على الولد والبنت خلاهم بقى فيه فجروا، ونسوا انهم مخلفين شحط عنده 28 سنة وبنت عندها 19 سنة. بالنسبة له الشيء ده سهل جدا يخش على اخته ياخدها على غرفة النوم ويعمل معاها الكلام ده كل مرة. فالدكتور بسالة بيقول لها انت متزوجة؟ قالت له ايوه. مش هتنفع تقول انا مش متجوزة. الدكتور لما كشف عليها قال لها انت حامل في الشهر الرابع. ولما البنت وضعت واستنى الاخ 9 شهور أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. أختك دي حتة منك، أختك حتة منك، ما ينفعش إن أنا أقول أعاشرها أو إن أنا أبص لها من ناحية شهوة أو من ناحية إن أنا أقول إن أنا أعمل معاها الغلط. النت خلى اللعمة فتح. عدم الرقابة على الولد والبنت خلاهم بقى فيه فجروا. كله عارف الصح من الغلط وكله عارف الحلال من الحرام، وطالما الانسان بعيد عن الدين يعمل اكتر من كده. انما السؤال عدم الرقابة بيوصلنا لاكتر من كده. تعالوا بقى نشوف القضية دي اللي حصلت في محافظة القاهرة، بالتحديد مدينة نصر. احنا بنتكلم اخ واخته، احنا بنتكلم شاب وفتاة. اولا الاتنين كبار في السن وعارفين الصح من الغلط، ولكن الام والاب بحكم ان احنا عارفين طبعا كل واحد حسب لقمة عيشه. الاب والام مسافرين احدى الدول العربية شغالين فيها، ونسوا انهم مخلفين شحط عنده 28 سنة وبنت عندها 19 سنة. اي نعم الولد عنده 28 سنة والبنت عندها 19 سنة، والاتنين عارفين الصح من الغلط ويتسألوا عن تصرفاتهم. لما الاب والام سافروا اصبح الولد والبنت قاعدين الاتنين مع بعضهم في الشقة، واحنا عارفين ان الشيطان شاطر، والنت النهاردة الشباب بتخش عليه تجيب فيديوهات وتخش على المواقع، والبنات برضو كذلك الامر الا ما رحم رب، طبعا مش كل الناس. فبالتالي ابتدى الولد ينسى نفسه، ابتدى انه يخش على اخته ويقول لها، احنا بنتكلم على واحدة عندها 19 سنة، اخوها داخل عليها بيقول لها بعد اذنك عايز اعاشرك، انا تعبان وعايز اعمل معاك علاقة على طول. ما الحاجة دلوقتي دي بقت بتطلب عادي، ما بقاش فيه حاجة اسمها عيب او اختشي او ما يصحش، لا عادي. اتفاجئ الولد من رد اخته ان اخته بتقول له عادي ما فيش مشكلة انا موافقة. الاخت اللي عندها 19 سنة موافقة ان اخوها يضاجعها، موافقة ان هو يعاشرها معاشرة الازواج. وخد الشاب اخته وشغل فيلم من على المواقع اللي حضراتكم عارفينها، وابتدى ان هو يقيم مع اخته علاقة كاملة متكاملة. الكلام ده حصل مرة واثنين وثلاثة. الواد والبيت يعني مش عارف ازاي ما يحسبوش حسبة زي كده. لو قلنا سيبكم من الحلال والحرام، عن طريق المعاشرة اكيد هيحصل حمل، وبالاخص ان البنت ما بتاخدش مثلا ادوية ولا برشام يمنع الحمل ولا الكلام ده، فبالتالي هيحدث الحمل. لما تكرر الكلام ده اكتر من مرة والولد كان بالنسبة له الشيء ده سهل جدا يخش على اخته ياخدها على غرفة النوم ويعمل معاه الكلام ده كل مرة، ابتدت ان البنت تبدأ ان بطنها تكبر، ابتدت ترجع، ابتدت انها تروح تكشف عند الدكتور، والدكتور قال لها انت حامل في الشهر الرابع. انتوا متخيلين؟ البنت راحت عند الدكتور قالت له يا دكتور بعد اذنك انا بحس دايما بدوخة وبرجع وجسمي دايما بيسيب وبطني ابتدت تكبر. فالدكتور بسالة بيقول لها انت متزوجة؟ قالت له ايوه. مش هتنفع تقول انا مش متجوزة. الدكتور لما كشف عليها قال لها انت حامل في الشهر الرابع. لما رجعت لاخوها وبتقول له على فكرة انا الدكتور قال لي ان انت حامل في الشهر الرابع وحصل حمل من الكلام اللي انت كنت بتعمله، قال لها خلاص ما تزعليش نفسك، خليكي زي ما انت لحد ما تولدي، وبعد ما تولدي يعدلها ربنا. ولما البنت وضعت واستنى الاخ 9 شهور، ابتدى ياخد الجنين في كيس بلاستيك وينزل على صناديق القمامة اللي في منطقة مدينة نصر في شارع من ضمن الشارع، وراح رامي الكيس. ابتدوا عمال ورجع البيت على فكرة، في اعتقاده كده خلاص الموضوع انتهى، ودي جريمة وجريمة مكتمة الأركان بالنسبة له، محدش يعرف عنها حاجة، خلاص أنا خدت الجنين واتخلصت منه. ولكن ربنا كان ليه بالمرصاد. عن طريق عمال النظافة اللي بيفرغوا الصناديق في المنطقة بصوا لقوا شنطة بلاستيك فيها جنين. اتواصلوا بالفعل مع الشرطة، جت الشرطة اتحرر محضر، وعن طريق تفريغ الكاميرات اللي في المنطقة تم الوصول للشاب. تعالى يا عم انت كان معاك شنطة سودة بلاستيك وكان في الشنطة ديت عند تفريغ صناديق القمامة. ابتدوا العمال لقوا جنين في الشنطة دي. الجنين ده ابن مين؟
او جايبه منين. ابتدى الولد يعترف امام جهات التحقيق وقال الولد ده ابني وابن اختي، وحصل بينه وبين اختي علاقه غير شرعيه لان امه وابويا مسافرين. ولما حصل حمل قلت لها ما قدامناش حل غير ان انتوا تصبري لما تكمل ال9 شهور، ولما توضعي انا هتخلص من الجنين بمعرفتي. خدته ورميته في صندوق الزباله. تم ضبط البنت، اعترفت وقالت ايوه اخويا كان بيعمل معايا كده برضايه، والجنين ده ابني من اخويا، واخويا هو اللي خده وهو اللي اتخلص منه وهو اللي رماه في صندوق القمامه. النيابه امرت بحبسهم 4 ايام على ذمه التحقيق، وما زالت التحقيقات شغاله. شفتوا الاخ النهارده بيعمل في اخته ايه؟ ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان الاب والام مش هلومهم، ده ناس مسافرين بيشتغلوا عشان يجيبوا الجنيه ويأمنوا مستقبل اولادهم. بس الفلوس مش كل شيء، الفلوس مش كل شيء. انا ما احطش في دماغي الفلوس واسيب ابني وبنتي مع بعضيهم. ما اسيبش شاب عنده 28 سنه مع بنت عندها 19 سنه داخل شقه لوحديهم، مش ساعه ولا 2 ولا 3 ولا شهر ولا 2 ولا 3. احنا بنتكلم على اب وام مسافرين، فبالتالي الولد هيفضل قاعد مع اخته، والشيطان شاطر. احنا النهارده كبني ادمين بقينا افظع من الشياطين. لو انت داخل كده البيت ولقيت اختك عريانه بتغطيها، مش بتهتك عرضها، مش بتدمر مستقبلها. خراب بيت من كل مكان، خراب بيوت من كل مكان. اول هام دي وسمة عار. الناس اجيال هتورثها الاجيال، الناس بتعاير بعضها بيها. البنت تدمر مستقبلها، هو الولد اتدمر مستقبله على ايه؟ اي نعم البنت 19 سنه مش طفله، والكلام ده كان برضاها، والموضوع ده مش هيبقى فيه حكم يعني كلام جميل. بس هنا بنتكلم بقى نظرة المجتمع، نظرة الناس لينا هنستحملها ازاي؟ يا جماعة كل اب وكل ام لازم يبقى فيه رقابة على الولد والبنت. ما نسيبش الولد والبنت ونهتم او ننشغل بامور الحياة واحنا تعبنا ومجهودنا ده كله لمين؟ احنا طالعين متغربين في بلاد بره بنطفح الدم لمين؟ عشان نأمن مستقبل البنت والولد. طب ما البنت والولد ضاع مستقبلهم اهو، يبقى نقعد جنبيهم ويكون في رقابة على الولد والبنت. النت زي ما عمر بيوت ناس خرب بيوت ناس، والإنسان اللي ما عندوش دين نتوقع منه كل شيء. شفتوا بقى اللي بيحصل كل يوم ونسمع عنه؟ شفتوا النهارده الأخ بكل بساطة ممكن يعرض على أخته ويقول لها تعالى أنا عايزك تخش معايا على غرفة النوم وأعمل معاك الدنيئة، والبنت توافق عادي؟ لا بقى في خير في الولد ولا في البنت ولا في أي حد إلا ما رحم ربي. يا ريت نتعلم من قضية النهارده، وأخيرا إلى اللقاء.